صباح جديد ويوم جديد، تحية لكل متابعينا. انطلقت مساء أمس السبت منافسات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم. جرت مباراة بين شباب الأهلي وعجمان، وأيضا العين التقى الجزيرة. اليوم الأحد لقاء الوصل وكلباء. للتفاصيل أكثر الزميل العزيز المحجوب الزاكي. صباح الخير زميل محجوب. صباح النور استاذ عمر، اهلا وسهلا. يتجدد اللقاء مره اخرى في منافسات دور ربع النهائي من كاس رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، باجراء مباراتين بالامس كانتا قويتين بين فريقي شباب الاهلي وفريق عجمان. شباب الاهلي الذي قدم اوراق اعتماده سواء في الدوري وكذلك سواء في الكاس وكاس مصرف ابو ظبي، بحيث فريق شباب الاهلي فاز بهدفين مقابل هدف رغم ان الامور كانت صعبه امام فريق عنيد اسمه عجمان. المباراه الثانيه كما ذكر الاستاذ عمر، العين يتلقى خساره ثانيه ويخرج مره ثانيه ويخرج من المنافسه ويخسر بطوله ثانيه بخسارته امام فريق الجزيره بهدف واحد مقابل لا شيء في مباراه في شوطها الثاني عرفت مباراة كانت مشحونة جدا بين اللاعبين، لدرجة أن حكم المباراة الكابتن سليمان صالح أخرج بطاقتين حمراوتين لكلا لاعبي الفريقين، لا لفريق الجزيرة ولا كذلك لفريق العين. المباراة كانت مشحونة ولكن حسمها فريق الجزيرة بهدف واحد مقابل لا شيء. كما ذكر الأستاذ عمر، تستكمل المباريات اليوم أو المباراة اليوم مباراة أخرى بين فريقي الوصل وفريق كلباء كما يسمونها، المواجهه بين الاصفرين لان الفريقين معروفان باللون الاصفر. فريق الوصل للعوده ولارضاء جماهيره بعد ابتعاده في الدوري، وفريق كلباء العنيد كذلك للعوده الى سكه الانتصارات من خلال هذه المباراه. تستكمل كما ذكر الاستاذ عمر مباريات الربع النهائي غدا ان شاء الله باجراء مباراه وحيده بين فريقي بنياس الذي يتطلع لخلق المفاجأة أمام فريق الشارقة الملك الشرقاوي الذي يمشي ملكا من خلال مباريات الدوري وكذلك دوري أبطال آسيا النخبة 2. بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة زميل محجوب، شكرا لك، وأتمنى لكل متابعينا دائما الصحة والسلامة. هذه أجمل تحية مني، أنا عمر شريقي والزميل العزيز المحجوب الزاكي. تحياتي.